السلام عليكم واهلا بكم في قناتي. اليوم ان شاء الله راح نديروا مع بعض فطائر بالخضر والجبن واقتصاديه وسهله التحضير. في المقادير اول حاجه هي العجينه. عندي 300 غرام من الفرينه او الدقيق ما يعادل كوبين. هذا الكوب هذا تاع 240 مليلتر. ربع كوب من الزيت، نصف كوب من الحليب الدافئ، بيضة واحدة ممكن تستغنوا عليها، ملعقة كبيرة من السكر، ملعقة كبيرة من الخميرة والملح. نبداو على بركة الله. بسم الله. إذا هنا في العجينة ممكن تعجنوها أيضا باليد. هنحط الحليب، بسم الله، الخميرة، السكر، الزيت، بسم الله، والبيضة، بسم الله. نخفقهم شوية. نضيف الفرينة، بسم الله، 300 غرام، مع الملح، بسم الله، ونخلط يعني نعجن هاد العجينة هذه لمدة 4 دقائق حتى نتحصل على عجينة تكون متماسكة ولكن تكون طرية في نفس الوقت. بعد ما عجنت العجينة هي رطبة وخفيفة، هنحطها في البول اللي دهنته بشوية من الزيت ونغطي عليها ونخليها تخمر. لتحضير الحشوة هنا في مقلاة درت لها شوية من الزيت. هنحط البصل يتقلى، بسم الله، نخلي البصل المقطع يتقلى شوية في الزيت. نضيف القليل من الثوم، انا قطعتها الى قطع صغيرة ممكن تسكرفجوها. نقليها ايضا شوية مع البصل. نبدا نضيف الخضر. عندي فلفل مقطع، فلفل اخضر، زرودية ولا جزر مبشور، باذنجان مقطع. الخضر نديرو يعني اللي تحبوا وحسب المتوفر في البيت. ايضا نقلبهم مليح ونخليهم يتقلوا شويه. نضيف التوابل، الملح، فلفل اسود، شويه من جوز الطيب لا نوار موسكاد، وشويه من الاعشاب العطريه لي زارد دو بروفونس. تقدروا تعوضوهم بالزعتر ولا زيترة حسب المتوفر ايضا. نقلبهم جيدا ونخليهم يتقلوا على النار حتى يطيبوا الخضر مليح. بعد ما اختمرت عندي العجينه نحاول نحيل هذاك الغاز اللي فيها، بسم الله، ونبسطها في البلون دو طرافاي. بعد ما فتحت العجينه حنقطع منها دوائر بالبول ولا اللي عندك في الدار، هكذا نقطع دوائر. والان نبدا نحشي فيهم. هنا ندير هذوك الخضر اللي طيبنا مع بعض، بسم الله. نحط شويه من الخضر، فوالا، وشويه من الجبن. اي جبن عندكم في الدار واي جبن تفضلوه. عندي هنايا شويه من الكوريير. نغلق عليها الان، بسم الله، هكذا. نحاول نضغط مليح باش ما تخرجيش الحشوه وخصوصا الجبن كي يسيح يعني ما رايحش يخرج. ونضغط عليها شويه بلا فورشيت بالشوكه هكذا ونحطها ديريكتومون في السنيوه. ندهنهم الان بصفر البيض. درت له شويه من الحليب، فوالا، نرش عليهم القليل من السانوج عفوا، وندخلهم للفرن على 200 درجة حتى يطيبوا ويتحمروا. ها هما الفطائر اللي درنا مع بعض اليوم. من بعد ما نحيتهم من الفرن راح نقسم لكم حبة باش تشوفوها لداخل، بسم الله. ها هو الشكل ديالها لداخل.
عجينة رائعة خفيفة بزاف وحشوة أيضا بنينة. نتمنى تجربوها في البيت وتعجبكم. وإذا عجبتكم الوصفة تاع اليوم ديروا جيم لا فيديو، بارطاجيو لا فيديو هذه مع أصدقائكم وأحبابكم، وشاركوا في القناة كي يصلكم جديد الوصفات. وإلى وصفة مقبلة إن شاء الله، وإلى اللقاء.